اليوم عنا أكلة البيتزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نبلش. أول شيء بنحط كاستين طحين، بعدين معلقتين مخمرة، بعدين بنحط معلقتين سكر، معلقتين حليب، معلقتين خل، بعدين بجيب كاستين من المي، بحركن هيك لحتى يتجانسوا مع بعضن. بعد ما يتجانسوا مع بعضهم اتركن على جنب لحتى يختمروا. شوفوا بعد الاختمار شو بنحط نص كاس الزيت ونص معلقة ملح وثلاث كاسات طحين، ونحركن هيك لحتى يتجانسوا مع بعض. طبعا العجن لدرجة انه تصير العجينة طرية معانا. شوفوا ما شاء الله هون العجينة طرية ناعمة ما شاء الله بتجنن ما شاء الله. وبنحطها هيك على جنب لحتى تختمر، يعني ترتاح، مثل عملية الرياحة، يعني مثل ما عم بقولوها. شوفوا هاي بعد العجن ما شاء الله. شوفوا هون بعد التخمير ما شاء الله عجينة ناعمة وقطنية بتجنن ما شاء الله. هلأ بنبلش بمكونات البيتزا. مكونات البيتزا: الصلصة، الجبنة، الفطر، البندورة، الفليفلة. انت شو بتحبي تحطي على وشها بتحطي، انت شو ما حبيتي بتحطي. اول شي برقها وبحط عليها الصلصة وبحط عليها الجبنة وبلش هيك اول باول. بندورة، فليفلة، فطر، زيتون، حسب ترتيبك وحسب انت ما بتحبي بتحطي عليها. بعد ما تجهز باذن الله بتحطيها بالفرن تشويها. شوفوا ما شاء الله والله تقولنا لوحة ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله. شوفوا بعد كل هذا انا برجع احط لها وش كمان جبنة. شوفوا بعد الشوي. اشتركوا بقناتي، حطوا لي لايك، ومع السلامة.